السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم اليوم فيديو جديد. خوت كنشكركم بزاف على الدعم ديالكم، وكنشكر الخوت اللي كيسولوا فينا فين غبرتي راك عارفين الخوت مع الخدمة وما كاينش حتى الوقت باش دير فيديو. سمحوا لنا بزاف. بالنسبة للخوت واحد النقطة اللي هي مهمة بزاف، والله خوتي ما عرفتش باش غندير لكم هذا الفيديو هذا. بالنسبة غنبداو على بركة الله. هذه نصيحة للدراري اللي باغيين يتعلموا. اهم حاجه في الالومنيوم الخوت اللي هي 45، اللي هي بزاف ديال الدراري كيتواصلوا معايا كيعانيو من 45. اول حاجه خويا، نصيحه لوجه الله، ديما تاخذ الركاب. ديما غتاخذ الركاب. دور 45. ديما الخوت تشد الركاب هو هذا، غتقاد الركاب مع الديسك كما كتشوفوا هنا. كتبان لك مقاده، بقى مهبط الديسك واحد شويه، هبط بارك. مثلا هنايا كتشوفوا الخوت هنايا، الا كانت كتبان لكم هنايا كتبان لك مقاده مع الركاب. غتقلب تاني الديسك الجهه الاخرى، قلب الديسك الجهه الاخرى. سير هبط. نفس العمليه تاني غتهبط الديسك مقاده هنايا. الا كانت الماكينه عندك مقاده نفس الخدمه هذه، نفس هاد الديسك، نفس هاد الزكار هذا مقاد 45، وغتجيب 45 محلول. عرف المشكل عندك، ما كتحطش يعني الزاد ولا الاوفرو، ما كديرش باركلوز. اكثريه ديال الدراري كيقطع التي ولا الزاد كبير ولا الزاد صغيره، ما كيديرش باركلوز. الا ما كنتش كدير باركلوز عرف 100% ما غتجيكش 45 مقتوله. ولكن الا كنتي كدير باركلوز غتجيك 45 بحال هكا، غتجيك 45 فين. لا من هنا لا من الظهر تاني 45 غتجي فينيا. وخدم بهاد الكلام هذا. كارونسينك هنايا، وتبغي مثلا ترازي تقطع القطعه الاولى والقطعه الثانيه تهبط بشويه، ما تحاول تزرب في القطعه. هادو هما النقاط اللي خاص ديما الانسان بغى يتعلم 45 تكون فينيا. راه كاين اللي واخا تكون الماكينه جديده ما كيطيحش 45 هي هادي، تهبط بشويه. اهم حاجه هي 45 اللي بزاف حتى الكليان كيحكر لك ولا كيحكر لك 45. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.